بعد ما عملت معاكم الكبدة بالردة وعملنا الكفتة المشوية وعجبت ناس كتير، وكمان عملنا الممبار والبفتيك بطريقة حلوة واقتصادية، هعمل معاكم النهاردة ورق العنب باللحمة، ودي برضو وصفة من وصفات العيد الكبير، احفظيها للعيد الكبير. يلا بينا نبدأ الوصفة سوا مع بعض. هقولك على حاجات بسيطة، كلنا بنعرف نعمل محشي، بس حاجات بسيطة قوي تطلع لك المحشي في حتة تانية خالص، لون وطعم، كمان لفة كويسة ومحترمة، وتقديمها تكون خطيرة. وسر التسوية بتاعت اللحمة وتطلع دايبة وجميلة معاكي ازاي. باختصار كده هقول لكم شوية تفاصيل محدش هيقولها لك قبل كده. حمري البصل والثوم وانزلي بجزء من الطماطم. انا كمرمر بحب خلطة المحشي تبقى معمولة من الصلصة بتاعت البيت، ما ينفعش تعملي بمعجون الطماطم، ما بيبقاش احلى حاجة. بس هنزل معجون طماطم ده ما يمنعش. حطيت ايه كمان؟ حطيت فلفل حامي، وحطيت توم مفروم. تمام. نزلت التوابل بتاعتي، ما بحطش اي حاجات افتكاسيات في المحشي يا جماعه. بصوا، في حاجات معينه بيبقى ليها قواعد ثابته، هتزودي زودي يا ست الكل، بس هتغيري في الطعم. طب الاساسي معايا ايه؟ بهارات 7 حبات، وحاجه بسيطه جدا منها ملح وفلفل اسود. وبطفي البوتاجاز بعد ما بحط الخضره عشان ما تتبلش. وبرضو انا كمرمر ما بحطش خضره كتير، الخضره بتبقى سواد. سبب السواد في الخلطه اللي الناس بتشتكي منه بعد التسويه. عايزه المحشي بتاعك يبقى احمر وحلو، لازم الخضره بتاعتك تبقى كميتها قليله والصلصه تبقى كميتها معقوله. بعد ما سلقت اللحمه، خدت اللحمه حطيتها تحت طبعا، وابتديت ارص حواليها ورق العنب. انا بعمل ايه في ورق العنب؟ ما بعملش واحد وارصه واحد وارصه، مضيعه كبيره جدا للوقت، والكميه اللي تعمليها في نص ساعه هتعمليها في 3 4 ساعات. طب بتعملي ايه؟ لا، بحشي كميه ورق العنب كلها واحطها في طبق، وبعد كده رص في 3 4 دقايق، ايا كان حله طاجن، اكبر حله في الوجود، ده بيبقى سهل عليكي جدا وبيوفر في الوقت في موضوع ورق العنب بالاخص. تمام. رصي بقى الطاجن زي ما انت حابه وعلى حسب الشكل اللي انت بتحبيه. اهم حاجه هتراعي الفوارق ما بين اللحمه وبعضها. لو شايفين اللحمه جزء منها ظاهر اهو، عادي ما فيش مشكله، بكمل الصف لحد ما اوصل للتغطيه ليها خالص. وبعد كده بزود الشوربه بتاعتي الكميه اللي انا عايزاها، بقفل في ورق الومنيوم وبخش الفرن. طب بيخش على درجه حراره كام؟ ورق العنب بيستوي في الطاجن في الفرن على درجه حراره 180، بشرط يكون الفرن سخن قبلها. طب بتبقى تسويته حلوه يا مرمر؟ جدا جدا. الفرق بقى بين تسويه الحله وتسويه الطاجن، تسويه الطاجن ساعه الا ربع بالظبط او ساعه الا تلت، بتبقى متاكده ان كله استوى تماما. غير بقى الحله، احط طبق واضغط واقص واختبر صباع، طب بقاله قد كده. طب برضو تسويه الحله حلوه جدا، وسويت قبل كده معاكم في حله كتير، لكن تسويه الطاجن بيبقى ميعادها مظبوط. اولا الحبس بورقه الالومنيوم ما بيخرجش حراره. ثانيا الفرن بتبقى درجه حراره مظبوطه تحت وفوق ومن كل الجناب. ثالثا القفله والكتمه بتاعته بتعرق الدنيا شويه، وبيخليه محتفظ بدرجه حراره اطول. تمام. دي فوائد التسوية في الطاجن. كمان ساعة التقديم بيبقى شكله أشيك وما بتستهلكيش حاجات كتير في الغسيل. لكن لو عايزة تسوي في الحلة مفيش مشكلة خالص، براحتك، برضو تسوية جميلة جدا، وبرضو نفس الطريقة في التسوية. هلف كله مرة واحدة، وبعد كده هبتدي أعمل. بس تسوية الحلة بتحطي تحت بصل سلايز، وكمان طماطم سلايز، لأن في ناس بتغفل في التسوية او بتتقل عليه في التسوية، فممكن الجزء اللي تحت يلسع منك او يشم النار. تمام. ادي كل الحاجات اللي ممكن محدش يقولها لك كواحده جديده بتبتدي تحشي ورق عنب، او عايزه تعمل عزومه عروسه جديده، او حد لسه ليه سوابق، ملوش سوابق في عمايل المحشي والكلام ده، وبيبقى قلقان من الحاجات دي انها ما تطلعش مظبوطه معاه. قلنا كل الحاجات اللي عايزين نطلع بيها محشي مظبوط. طيب لو انا مش هحط لحمه وعايزه مثلا ان انا احط اي حاجه تانية، شرايح بوفتيك، هتاخديها تشويحه بس حاجه بسيطه في زبدة او في زيت، وبعد كده برضو تحطيها. طيب هعمل ايه بعد ما حشيت؟ حطيت حلقتين 3 من الفلفل الحامي لاني عايزاه سبايسي شويه، وهحط دبس رمان. لو ما حطيتش في الخلطه يبقى هحطه فوق الوش. دبس الرمان بينقل محشي ورق العنب بالاخص في حته تانية خالص. لو هنعمل كرنب هقولك حطي يا ستي معلقتين قشطه بلدي فوق الوش، واتفرجي على طعم وريحه المحشي بتاع الكرنب. لكن ورق العنب هقولك دلعي الطاجن بتاعك بشويه دبس رمان.
وبحط الشوربه، وزي ما قلت لكم بدخله الفرن. الخلطة زي ما شفناها كده بحشوها بكل ده. لو مش عايزة تتبعيه وتتبعي وسائل التسوية براحتك زي ما انت عايزة. بعد ساعة الا ربع بالظبط خرجت المحشي بتاعي وقلبته في قلب الصينية اهو. تقدري بقى تقلبي في بايركس، تقلبي في طبق ألمنيوم، تقلبي في صينية زي ما انت حابة. القلبة مظبوطة واللحمة معشقة في مكانها. اللحمة بعد التشويحة طبعا بتشوحيها الأول. أنا قلت لكم طريقة سلق اللحمة قبل كده، واللي عايزة طريقة تطلع بيها لحمة دايبة وشوربة عمرها ما شافت ريحتها ولا طعمها قبل كده تكتب لي في التعليقات، وهكتب لكم وهعمل لكم سلقة اللحمة في مرة بعد كده. تمام؟ رغم اني عملتها قبل كده. لو استفدتوا اي حاجة من الفيديو ما تنسوش تكتبوا لي في التعليقات دعوة حلوة، وتفرجوا على الجمال والعظمة دي اللي محتاجة بقكم. بصوا شكل وحدات المحشي كلها قد بعض. اللمعة اللي في قلبيه، شكل لون الخضار، والطعم بقى حاجة من ورا الخيال. ما تنسوش تجربوا طريقتي. اشوفكم بخير في وصفة جديدة من وصفات العيد الكبير. زي ما بقول لكم كمان كل مرة احفظيها للعيد الكبير. السلام عليكم ورحمة الله.